لو اتفرجت على كأس العالم كتير وقليل مش هتلاقي مونديال استثنائي زي مونديال قطر، من حيث التنظيم ومن حيث الاستضافة للضيوف اللي جاية لقطر ومن حيث الواجهة المشرفة اللي صدرتها قطر عن العرب. كل حاجة جميلة شفناها في قطر. في البداية صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، يا ريت تنزل تعمل لايك وتعمل اشتراك في القناة علشان تصلك فيديوهاتنا أول بأول. في مونديال قطر مونديال كله مفاجآت. مفيش منتخب من المنتخبات اللي هي واخده كاس العالم ما اتهزمش. تقدر تقول كده ان المغرب هزمت اسبانيا وهزمت كرواتيا وهزمت بلجيكا، وتقدر تقول ان تونس هزمت فرنسا، وتقدر تقول ان الكاميرون علمت على البرازيل، وتقدر تقول ان المنتخبات التقيله والمنتخبات الكبيره اللي كانت مرشحه ان هي تكون بطلة المونديال وان هي تكون في المربع الذهبي هي اللي طلعت. كل المفاجآت بنشوفها في مونديال قطر. مونديال قطر مودينا على فين وايه المفاجآت ومين هو هيكون بطل النسخة، بطل نسخة كأس العالم 2022. مين اللي هيقدر يحقق النسخة؟ وفي ظرف ان احنا بقينا توقعاتنا ما بتطلعش في مكانها، خاصة ان البرازيل طلعت، البرازيل بالسلامة، البرازيل كرواتيا قضت عليها. فانت تقدر تقول كده ان المونديال ده استثنائي، مونديال مفاجآت. كل جديد بتشوفه في المونديال ده. مفيش فريق تحس ان هو اكبر من التاني، مفيش فريق ما بيستغلش الفرصة. جميع المنتخبات اللي فاضلة دلوقتي تقدر تقول عليها هي القوية، لان هم قدروا يوصلوا لكده، قدروا يعلموا على الكبار. بجد انا بقول لك كده، الكبار اتعلم عليهم في المونديال. خروج البرازيل ده بالنسبه لي كارثه، فبما معناه كده لما راكيس السامبا يطلعوا من المونديال فدي كارثه كبيره. يبقى انت مش هتشوف كوره زي ما كنت عايز تستمتع بيها وتشوف. الكل كان بيقول البرازيل في النهائي، بالماتش اللي لعبته مع كوريا الجنوبيه كلنا كنا بنقول البرازيل في النهائي. بعد المفاجآت اللي شفناها في مونديال قطر وبعد النسخة الاستثنائية اللي احنا بنشوفها، من سيكون حامل الذهب وحامل لقب كأس العالم لعام 2022؟ مستني توقعاتكم في التعليقات. واقتربنا من النهاية ونهاية المونديال اللي احنا بصراحة مش عايزينه يخلص، لان ده متعة كروية ما بعدها متعة. يا ريت تكتبوا لنا توقعاتكم في التعليقات. ولو وصلت معايا لحد هنا احب اقول لك ان بحبك في الله. صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ويا ريت تعمل لايك وتعمل شير وتشرفنا باشتراكك في القناه، لانك انت لو بتشوف فيديوهاتنا يبقى اوريدي كده كده ايه مهتم بمحتوى الرياضه، فالفيديوهات هتصل لك اول باول. سلام.